المياه إنتاج مليار. السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بالجميع. ورحم الله البحر الأبيض المتوسط وما فيه من أسماك. خليكم مع سبون يشرح لكم كيف سيفرغ هذا البحر. وعلى ذكر المياه، فإن بلادي انطلقت ببرنامج تحلية مياه البحر، وسنصل مع نهاية سنة 2024 إلى إنتاج مليار و300 مليون متر مكعب يوميا إن شاء الله. مليار و300 مليون متر مكعب يوميا إن شاء الله. عجبتني التغريدة هذه وبغيت نشرها لكم. الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أعلن في الأمم المتحدة أن الجزائر ستبدأ العام المقبل في إنتاج مليار و300 مليون متر مكعب من الماء المحلى يوميا، علما أن قدرة إنتاج العالم بأسره من تحلية ماء البحر لا يتجاوز 95 مليون متر مكعب يوميا. اليوم أكبر دولة في العالم في إنتاج المياه المحلى هي المملكة العربية السعودية، وتنتج مليار و6 ملايين متر مكعب من المياه سنويا وليس يوميا، يعني 18% من الإنتاج العالمي من المادة. تليها الإمارات التي تنتج 14% من إجمالي المياه المحلى في العالم. يمكن للجزائر إنتاج مليار و300 مليون من المياه المحلى في اليوم في حالة واحدة فقط، إذا قامت بتجفيف البحر الأبيض المتوسط. السلام عليكم. دون تعليق.